السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بإذن الله راح نشارك معاكم شكشوكة بالباذنجان والفلفل. تجي بزاف بنينة وحاجة خفيفة وتوجد في وقت قصير بمكونات بسيطة واقتصادية، خاصة احنا درك في موسم الصيف. خليكم مع المقادير وكيفية التحضير ومشاهدة ممتعة للجميع. قبل ما نبداو ما تنسوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نبدأ على بركة الله بالمقادير. عندي حبتين باذنجان، حبتين فلفل حلو، حبتين طماطم، وحبتين بصل، 3 فصوص ثوم مربيين. نمر لطريقة التحضير. بعد ما غسلت الباذنجان نقشره ونقطعه. نبدأ نقشر في الباذنجان وراح نقطعه على شكل دوائر ومن بعد نديرها قطع صغيرة. بما أننا في وقت الباذنجان نستغلوه لأنه مفيد للصحة العامة كتقوية العضلات وتحسين المرونة واللياقة البدنية وتحسين التوازن والتنسيق، ومفيد أيضا للعافية النفسية كتحسين الانتباه والتركيز، تحسين النوم والراحة، وتعزيز الوعي بالجسم والتنفس. وبعد ما نكمل تقطيع الباذنجان نحطه في طبق ونضيف ملعقة زيت ورشة ملح، ندمجهم مع بعض ونحطهم في الفرن. يجينا ناشف وطايب وبنين روعة. بالطريقة هذه الباذنجان ما يجيناش مزيت خلا، على عكس طريقة القلي راح يشرب كمية كبيرة تاع الزيت. نحطه في الفرن ونمر لتقطيع البصل نقطعوه رقيق، نقطعوه كما راكم تشوفوا، لكن ما نرحيوهش باه ما يطلقش الماء. وصفة اليوم هي أكلة سريعة، وبالنسبة لهذه الأكلات السريعة الخفيفة ما فيهاش مقادير مضبوطة، حبة حبة وانتي وجدتي غدا ولا عشاء. بعد ما كملت تقطيع البصل نحطه في مقلاة ونضيف 3 ملاعق زيت. انا استعملت زيت الزيتون، نتوما قادرين تستعملوا زيت عادي. نخلط البصل مع الزيت، واول ما يدبل البصل نحط الفلفل والطماطم. ننظف الفلفل، نحيله الراس والزراعة ونقطعه قطع صغيرة. حبيباتي قادرين تزيدوا حبة فلفل حار بالنسبة للأشخاص اللي يحبوا الحار. على العموم الحار يعتبر ذوق شخصي في الأكل. نزيد نقطع الطماطم. في الأول نقسم حبة الطماطم على قسمين وننزع منها الزراعة، ومن بعد نقطعها على شكل مربعات صغيرة الحجم. أنا استعملت حبتين طماطم، لكن أكيد كمية الطماطم هي كمية تقديرية. بعد ما كملت تقطيع الفلفل والطماطم نضيفهم على البصل ونقلبهم ونضيف الملح والتوابل. أنا استعملت رشة فلفل أسود وملعقة صغيرة فلفل أحمر و3 فصوص ثوم مربيين، وضفت أيضا فنجان ماء عذرا إن حدف المقطع. نقلب الشكشوكة ونغطيها، خليها تطيب لمدة 15 دقيقة على نار متوسطة. بعد مرور 15 دقيقة شوفوا الشكشوكة كيفاه. نضيف الباذنجان اللي طيبته في الفرن، شوفوا كيفاه طايب وناشف
ما فيش الزيت خلاص. نضيفه على الشكشوكة ونقلبهم ونغطي المقلاة حتى الباذنجان يندمج مع الشكشوكة حوالي 5 دقائق ونطفي عليها، وهكا تكون الشكشوكة تاعنا جاهزة. نطفي عليها ونتلاقاو في صحن التقديم. وصفة نهار اليوم راهي واجدة معانا، شكشوكة رائعة بطريقة سهلة وبسيطة. وصفة صحية، اعتمدنا على طهي الباذنجان في الفرن تقريبا بدون زيت، دهناه فقط وجابنين بزاف. نتمنى وصفة نهار اليوم تكون نالت إعجابكم، جربوها وتخليونا آراءكم في التعليقات. دمتم أوفياء للقناة وفي رعاية الله وحفظه. مع السلامة.